علي حازم هو باك رايت فريق نادي هليوبلس. ازيك يا علي؟ الحمد لله كله تمام. ايه اخبارك؟ كله زي الفل. اخبار الهاندبول بقى معاك ايه؟ حبك للهاندبول ابتدى من امتى؟ والله بص اقول لك، انا بدات مثلا وانا عندي 6 أو 7 سنين بلعب في النادي ده، يعني بقالي 16 سنه، حوالي 16 سنه. فانا حبي اللعبه دي يعني خلاص ثبتت، يعني ما اقدرش ابطل ولا اي حاجه مهما، يعني صعب قوي. بس الهاندبول لعبه، هل هي لعبه بتعتمد على المجهود بس، ولا المجهود العضلي بس، ولا المجهود الذهني بس، ولا الاثنين مع بعض؟ والله بص، هي ميزتها عن لعب كتير ان هي الروح القتاليه فيها عاليه اكتر من لعب كتير، اكتر من الفولي والباسكت وكده في مصر بالذات. بس فيها برضو يعني قوه بدنيه والتحامات وكل حاجه، بس بتعتمد برضو على مهاره كتير، حاجات كتير يمكن اللي بره اللعبه ما يقدرش يشوفها زي اللي جوه اللعبه. بس لا يعني هي فيها مهارات والتحامات وكل حاجه يعني كتير. تهيألي المجهود اللي جوه الملعب الصغير ده نسبيا لملعب الكوره بيبقى فيها مجهود كبير جدا، عشان نفس المراكز الستة ممكن تبدل 1 أو 2 في الدفاع، بس نفس الناس بتجري ال 40 متر من ال6 متر ل 6 متر، بيجروا رايح راجع، مفيش وقوف الكوره، او ممكن يريحوا شويه، ممكن ياخد نفسهم، بس احنا التايم شغال بيقف لمده قصيره قوي. علي بيقولوا ان اللعيب الاشول مميز في الملعب، وانا عارف ان انت اشول، فانت ايه رايك في القصه دي؟ انا رايي ان هم الشول دايما عشان هم قليلين في مراكز، يعني قليلين في مصر. ولعبه زي الهاندبول بتبقى محتاج 2 في الملعب، فبيبقى توظيفهم اقل بكتير، فانت مش هينفع تلعب بملعب معوج، لازم يكون اشول. هم عددهم قليل قوي، فبيبقوا ليهم دور يعني رئيسي في الفرقه. هم دايما بيبقوا كده من عند ربنا اذكى ومهريا اعلى شويه من اليوم يعني. فدي بتبقى ميزه للاعب، بتبقى ميزه وصعب قوي يعني بتبقى الملعب مش مظبوط لو واحد ايمن بيلعب في مركز الباك رايت او وينج رايت، فبتبقى تعمل مشكله كده في الملعب. بس فبيبقى احسن، يعني الشول دايما بيبقوا مميزين يعني في الملعب. طموحك ايه يا علي الفتره اللي جايه والمستقبل والفتره القصيره اللي جايه؟ والله طموحي مع نادي هليوبلس، احنا السنه اللي فاتت خدنا 3 الدوري ورابع افريقيا ورابع كاس مصر، والسنه اللي قبليها كنا واخدين كاس مصر من النادي الاهلي. بس في السنه الجايه نحاول نحافظ ان احنا على الاقل نبقى نفضل ثالث الدوري على الاقل، ولو ربنا يعني كرمنا ممكن تاني ولا حاجه، او نلعب على بطوله الدوري. بس هو صعب قوي ان امكانيات الاهلي والزمالك اعلى، خصوصا نادي الزمالك عشان لعيبته كلها لعيبه دوليه ومنتخب اكتر من الاهلي. بس فنحاول بقى نعمل حاجه كويسه ان شاء الله السنه الجايه، وعندنا كاس مصر برضو ان شاء الله. بس والاحتراف؟ والله ما عمري فكرت في حاجه زي كده، ما جاتش يعني في مخي. بس لو عملت سيزون حلو السنه الجايه ان شاء الله ومنتخب واتشافت، ممكن ان شاء الله يعني لو فيها حاجه كويسه يبقى يا ريت. خاصة إن في لعيبة بدأ الاحتراف اللاعب المصري في الهاندبول بدأ يطلع يلعب، وعندنا أمثلة كتير جدا من اللعيبة المصريين طلعوا. يعني أحمد الأحمر طلع، وفي السنة دي سند محمد سند كان معانا في الفرقة هنا، لعيب مميز جدا، طلع السنة اللي فاتت واتنقل السنة دي يلعب تشامبيونز ليج مع فرقته في الدوري الإسباني. وفي كذا حد طلع يعني عاملين أداء كويس يعني بره، فربنا يسهل يعني. اسم بس اللعيب المصري يتعرف بره شوية وربنا يكرم.